بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فيطيب لإخوانكم بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان صلاح الأبناء، بفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. للعالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان والمؤمنات الصالحات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنعلم والعلم ينفع أن تربية أولادنا تربية روحية بدنية من واجباتنا التي من تركها أهملها أضاعها تعرض لغضب الله عز وجل وعذابه، ومن أدى واجبه في تربية أبنائه فقد أدى واجبا عواقبه كلها خير له ولأبنائه وللمؤمنين أيضا عامة. الأبناء ثمرات القلب وفلذات الكبد، فهل يحسن بك يا أيها الأب أن تضيع أولادك وأن تهملهم فينشأوا نشأ غير صالح وينمو نماء غير صالح، فتتحسر حينئذ وتتألم، ولا يجدي تحسر ولا تألم. هذه الحقيقة. لنذكر ولا ننسى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. أليس هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست طاعة رسول الله من طاعة الله، ومعصية رسول الله من معصية الله؟ ولنقرأ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فهيا ننهض بهذا الواجب. أقسم بالله لا يحل لأحد منا أن يبلغ طفله 7 من عمره ويهمل ويتركه ولا يأمره بالصلاة، سواء كان الولد طفلا ذكرا أو بنتا أنثى. واجب. كيف يقول الرسول مروا ونقول لا نأمر أو لا نبالي؟ فهذه زلة قدم من أفظع الزلات. إن الولد فلذة الكبد، قطعة منك يا أيها الرجل، فكيف تهمله وتتركه؟ والأمر بالصلاة لازمه أن يكون طيبا طاهرا
يتنزه عن القاذورات والأوساخ، لأنه يناجي الله ويقف بين يديه في بيته 5 مرات على الأقل. فالأمر بالصلاة أمر بنظافة الجسم والثوب معا، أمر بذكر الله وعدم نسيانه، أمر بالإقبال على أودية الخير وأفنائه. فلا يصح أبدا معشر المستمعين والمستمعات أن نهمل طفلنا وقد دخل 7 وهو لا يصلي، أو يصلي كمن لا يصلي، يصلي فرضا ويترك 3، أو يصلي صلاة لا تصح ولا تقبل، خالية من الأدب مع الله والخشوع بين يديه. هذا واجب حتمي وعاقبته خير، وإهماله عاقبته شر والعياذ بالله. أما إذا بلغ الطفل 10 من عمره ذكرا كان أو أنثى فيجب أن يضرب باليد والصوت إذا هو أهمل الصلاة أو تكاسل عنها أو أدى بعضها وأهمل البعض الآخر، واضربوهم عليها أي على الصلاة إذا بلغوا 10 من العمر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الآداب الإسلامية. الحياء هو الإيمان، الحياء كله خير، لا إيمان من لا حياء له. الحياء والإيمان مقترنان، إذا رحل أحدهما رحل الثاني. وانظر كيف يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا الأولاد أن يفرق بينهم في المضاجع. لماذا؟ من أجل إبقاء على الحياء حتى يستقل الابن في فراشه عن أخيه وعن أخته، حتى لا يجد الشيطان منفذ لأن يسول لهما كلمة سوء أو نظرة سوء أو لمسة سوء. لأننا كما تعرفون نحن نتهيأ للعروج إلى السماء السابعة، لسنا كاليهود والنصارى والمشركين والكافرين، نتهيأ لأن نعرج إلى الملكوت الأعلى ونواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن هنا حياتنا تختلف عن حياة غيرنا اختلافا بينا واضحا. إذا كانوا يهملون أولادهم ويعلمونهم الأباطيل ويشجعونهم على الفساد، فنحن والله على خلاف ذلك، لا نعلمهم إلا ما يكملهم ويزيد في إيمانهم وصلاحهم. إذن وهذا عمر. من عمر؟ هذا ابن الخطاب، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، يضع قاعدة لنا: من أخذ بها نجا ومن أضاعها ضاع وخسر. ماذا يقول؟ معاشر المستمعين والمستمعات، ليس همنا أن نسمع أو نقول، بل همنا أن نطبق ونعمل. هذا عمر يقول: لاعب ابنك 7 ما دام في 7 الأعوام الأولى، لاعبه لينمو جسمه ولينمو عقله. من السنة الأولى وهو يحبو أنت تلاعبه، والسنة الثالثة والرابعة والخامسة لاعبه لصالح من؟ لصالح الولد في جسمه، لينمو جسمه وينمو عقله. لا تهمله، بل لاعبه باللعب المأذون فيه المباح، ضاحكه، داعبه، احبو معه كما يحبو، سابقه
في خطوات لينمو. وأدبه 7، إذا دخل 7 انتهى العلم، لم يبق مجال للعلم. ولكن المجال الذي حل هو تأديبه، وهو أن تملأه بالعلم والمعرفة، بالآداب والأخلاق، تعلمه كتاب الله ليحفظه، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليستنير بها ويهتدي، الحكم والعظات والعبر. احشو قلبه حشوا، أملئه إملاء بالعلم والمعرفة. 7 سنوات وأنت تدفع عليه وتدفع له. ما يبلغ 15 إلا وقد حفظ كتاب الله، وحفظ الآلاف من حديث رسول الله، وحفظ من الحكم العدد الذي يكثر ويقل، وحفظ الآداب والأخلاق، وأصبح أهلا لولاية الله عز وجل. ما بقيت إلا سنة ويكلف تكليفا شرعيا. هذه السنوات 7 الذي يشاهد أننا تركنا أولادنا وأهملناهم فيها. نعول على المدرسة، يأخذون كلمات، يخرجون من المدرسة يلفظونها وتتناهى منهم، لأنهم ما عزموا على تطبيقها والعمل بها، يتلقونها فقط من أجل النجاح في الامتحان والاختبار، ما تلقوها من أجل تطبيقها العملي على الفور. يتعلم كلمة يحفظها ويطبقها في مشيته، في جلوسه، في تناول الطعام، في ملاقاة إخوانه، في وجوده مع أسرته وأهل بيته. إذا ضاعت هذه في المدارس لن تضيع في بيوتنا. راعي ابنك، سله ماذا حفظ، أعطيه كتاب الله، أعطيه سنة رسول الله، راعيه، راقبه 7 سنوات. هكذا يضع عمر هذه القاعدة الربانية. ثم يقول واصحبه 7، إذا دخل في 15 يجب ألا يفارقك. معاشر المستمعين، عرفتم هذا؟ تقومون به. إذا دخل 15 سن التكليف يجب أن تصاحبه، فلا تفارقه أبدا إلا إذا أوى إلى فراشه، وتطفئ أنت عنه المصباح أو النور وتترك نائما. وآخر الليل وقبل الفجر أنت تقوم وتوقظه ويتوضأ وتصحبه إلى المسجد ولا تتخلى عنه. وإذا كان لك عمل في دكان فهو معك في دكانك، في مقهاك، في مصنعك، في مزرعتك. وإذا لم يكن لك ذلك في سوقك هو معك. هذا إذا لم يكن هناك دراسة ومدارس. أما مع المدرسة أنت توقظه لصلاة الصبح، فإذا صلى وضعت أمامه كراسه، كتابه الذي يذاكره، حتى إذا دقت ساعة المدرسة تصحب أنت بيدك إلى باب المدرسة خشية أن تتلقفه الشياطين. وإذا دقت ساعة خروجه من المدرسة ولدي اجلس عند الباب وكتبك في يديك تذاكر حتى آتيك إلى باب المدرسة لأخذك، فتأتي به إلى البيت وثم يتناول طعامه وثم يستريح. وإذا دقت ساعة العصر أيضا تأخذ ولدك إلى المسجد ليصلي العصر، ثم تعود به إلى بيتك أو تجلس معه في المسجد للمذاكرة وطلب العلم. صلاة المغرب كصلاة العشاء، لا يفلت الولد أبدا ولا يهمل، أنت معه، لأنها سني المراهقة.
إذا أهملته في ال7 سنين هذه ضل، استولت عليه الشياطين والعياذ بالله. وهذه الأخطاء نشهد الله عليها أنها في أكثرنا. إذا بلغ 15 يهمل، وعمر يقول اصحبه 7 إلى 21 ثم اتركه بعد ذلك يذهب حيث شاء، لأنه أصبح صورة منك. 7 سنين وهو معك ليلا نهارا، ورث أخلاقك، آدابك، شيمك، كرامتك، كلها أصبحت له، وأصبح صورة طبق الأصل. اتركه يذهب حيث شاء. معاشر المستمعين، نبكي أم ماذا؟ هل نحن قائمون بهذا الواجب؟ نلاعب أطفالنا لعبا في البيت من أجل أن تنمو أجسامهم، وفي أثناء اللعب نلقنهم الكلمات الطيبة والحركات الحسنة والآداب المنزلية. بلغ 7 جاء وقت إملائه، حشوه بالعلوم المعارف. 7 سنين وهو يتعلم ويحفظ ليل نهارا. فإذا بلغ 15 وكلف وأصبح عبدا من عباد الله، في هذه الحال عمر يقول لا تتركه، اصحبه ليل نهارا ليكن معك ملازم لك. لماذا يا عمر؟ ليرثك وتصبح أنت وهو صياني، إن مت ما مت ولدك خلفك. وكل هذا خشية أن تتخطفه الشياطين، وأن تعبث به في عقله ودينه، وأن يصبح كغيره من الضياع في هذه الدنيا، لا آداب ولا أخلاق ولا عقيدة ولا سلوك. هل عرفتم هذا؟ إن شاء الله يطبق من الليلة، أو ما تستطيعون؟ لماذا ما نستطيع هذا؟ ولنعد إلى الأصل. إذا كان البيت ما هو بيت الله، فالأبناء الذين يتربون فيه لن يكونوا أولياء الله. البيت موطن التربية. فإذا كان هذا البيت مع الأسف أهله يغنون ويستمعون إلى الأغاني ويشاهدون التلفاز وما فيه والفيديو وما ينشر فيه، هذا البيت أطفاله لن يسلموا، لن ينجوا. البيت الذي رب البيت يسخر ويضحك ويستهزئ ويسخر، وربة البيت كذلك، لا آداب ولا أخلاق ولا سمات الصالحين ولا ذكر الله ولا حمد الله، وإنما هو تكالب على الطعام والشراب وأوصاف الدنيا وما فيها. أن للولد أن يسلم في هذا البيت وينجو. أولا لا بد من تطهير بيوتنا، إنها شبيهة ببيوت ربنا. مرة أخرى معشر المستمعين والمستمعات، بيتنا نطهره أولا لا يوجد فيه صوت عاهر ولا مغني ولا متكلم، لا تلفاز ولا فيديو أبدا. لسنا بيهود ولا نصارى، لسنا ببوذا ولا مشركين، إننا مسلمون نرجو الله والدار الآخرة. نريد أن ننتقل من هذا العالم الهابط إلى العالم العالي. ما هي إلا أيام، وإن طالت هي أعوام تنتهي وننتقل من هذه الأرض إلى السماء. فإذا لم نكن أهلا لذلك والله ما عرج بنا ولا نزلنا في الملكوت الأعلى. وهذا كلام الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. الإجرام والظلم، أي ظلم أكثر من إضاعة حقوق الله وإهمالها والتعاون على تركها؟ أي ظلم أعظم من هذا؟ أي إجرام أكثر من أن نلطخ أنفسنا بأوضار الذنوب والآثام فتصبح كأنفس الكافرين؟ هذه الأنفس لا تفتح لها أبواب السماء ساعة نزعها من هذا البدن. معشر المستمعين، أعود إلى البيت. أنت مسلم وإلا لا؟ مسلم، لا يحل لك أبدا أن توجد في بيتك شاشة تلفاز وتجلس أنت وابنك وأمك أولادك وعاهرة تغني أمامك وكافر يتبجح في بيتكم ويتكلم. والله ما جاز هذا لمسلم. والفتنة كلها من هنا بدأت. هذه البرانيط التي تحلت بها رؤوس أبنائنا وأصبحوا يتشبهون بالكفرة ونحن نضحك، ما سببها؟ المشاهدات لتلك الألوان الخاسرة وأزياء اليهود والنصارى. عرفتم هذه البرانيط على رؤوس الأولاد وحتى البنات؟ والله لا يدفع العدو من اليهود والنصارى الملايين لتتحقق له هذه ماذا؟ هذه الخطوة التي خطوها لنصبح نحب اليهود والنصارى ونتزي بزيهم ونفرح أن نكون مثلهم، وهذا هو الكفر المبين. وتباع في الدكاكين وتعطى مجانا في بعض الدكاكين والمطاعم، ويستلمها الرجل المؤمن ويضعها على رأس ولده ويده بيده في المسجد النبوي. أي مسخ أكثر من هذا؟ أمور تفتتت لها القلوب، منقادون انقيادا لا ندري أمسحورون نحن؟ أين القرآن وأين الرسول وسنته؟ أين الإسلام وآدابه؟ نحن أعز من على هذه الأرض، فكيف نهون ونصبح نتملقهم ونتزي بزيهم؟ مرة ثانية، معاشر المستمعين، طهروا بيوتكم. من كان عنده تلفاز الليل يكسره أحسن مما يبيعه، ويعلم، يجمع امرأة وأولاده، أولادي، امرأتي، والدتي. أجمع أهل العلم على أن هذا لا يصح أن يوجد في بيتنا. نحن مسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من الليلة يصبح الأولاد يرددون ذلك. في الجاهلية ما يعرف، لكن المظاهر والمناظر والصحف والمجلات التي تعرض هذا الدمار وهذا الوقاح هي التي وردت هذا. لا يحل أبدا أن يبقى بعد الليلة تلفاز في بيتك يا عبد الله. كن أنت المؤمن. وإن قلت لما يا شيخ لما، نقول هل يكسبك هذا راتبا شهريا؟ لك دخل من هذا التلفاز تعيش عليه؟ الجواب والله لا. هل هذا يزيد في مروءتك وكرامتك وطهارة قلبك وزكاة نفسك؟ والله ما كان. ما علته؟ فقط التقليد الأعمى وتبجح رأينا وشاهدنا، والصحو الهوائي هذه لا تسأل عن دمارها، ولولا رحمة الله لخربت مدينتنا من أجلها. أبشع الأفلام وأقبح تعرض في بيوت المؤمنين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يصح هذا أو يكون؟ إذن بجد إن كنا المؤمنين نطهر بيوتنا. مجلة فيها خلاعة وصورة ما تدخل البيت،
لسنا في حاجة إليها، وهذه المجلات والجرائد كلها نضرب بها أرض الحائط، ما نحن في حاجة إليها، لأنها والله ما تغني عنا شيئا، لا تنمي أخلاقنا ولا آدابنا ولا عقولنا ولا تزيد في مالنا ولا توسع أرزاقنا، نطردها من بيوتنا، لا تلفاز ولا فيديو أبدا، بيوتنا كبيوت ربنا، تدخل البيت لا تشاهد إلا ما هو خير ولا تسمع إلا ذكر الله. هذا أولا. ثانيا، أطفالنا أبناؤنا يجب أن نربيهم التربية الإسلامية الروحية بالكلمة الطيبة والسلوك الحسن. المساجد مسجد كهذا، وكم بكينا وصرخنا، لماذا يا أهل الحي لا تجتمعون كل ليلة وطول العام في مسجدكم هذا من المغرب إلى العشاء؟ يا صاحب الدكان أغلق هذا الدكان واطلب الرزق من الله طول النهار. دقت الساعة 6 ما بقي دكان مفتوح في الحي ولا مقهى ولا عمل، وأقبلنا بنسائنا وأطفالنا على بيت الرب. والأطفال ما نتركهم هكذا، نجعلهم صفوفا صف بعد صف كالملائكة، ونحن واقفون عليهم يوما فيوما حتى يصبحوا كالملائكة، إذا صفوا أنصتوا واستمعوا، لا يهيجون ولا يقومون ويقعدون. والمؤمنات وراء الستارة. وليلة آية من كتاب الله ترتل ويتغنى بها حتى تحفظ أولا في ظرف ربع ساعة، ثم تشرح لنا ويبين لنا مراد الله منها، فإن كان عقيدة عقدناها في قلوبنا تلك الساعة، وإن كانت تحمل أدبا أو خلقا عزمنا على التخلق به والتأدب. تبين لنا واجب عرفناه، ننظر هل نحن قائمون به أم مقصرون. تحمل تحريما ونهيا عن باطل نعرفه ونلتزم بتركه. والليلة الثانية حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطول العام ونحن بين قال الله قال رسوله، في سكون في أدب من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. سنة واحدة ما يبقى في حينا باطل، ولا يشاهد منكر، ولا يسمح فيه كذب، ولا وكل العيوب تنتهي، ونصبح كأسرة واحدة. والله ما يجوع بيننا جائع، ولا يهمل مهمل، ونكون كما يريد الله لنا. إنما المؤمنون إخوة. لماذا ما نقوم بهذا؟ والحمد لله كتاب المسجد وبيت المسلم ألف لهذا الغرض، ودرس في المسجد النبوي سنة كاملة من أجل أن يتربى ويتعلم إخواننا كيف يدرسون هذا الكتاب. قلنا لأهل البيوت يا أهل البيت تفرقوا ساعة أو ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء، من يجيد منكم القراءة هو الذي يقرأ، فتحفظ الآيات القرآنية والسنة النبوية. وإذا حفظ العديد من كلام الله والرسول صاحبه يضل ينهمك، في الباطل يسقط ما يسقط لأنه حي. فهذا هو الطريق لنا في حينا وفي مدينتنا ومملكتنا وفي كل أنحاء العالم. وخلاصة القول واسمحوا لي، أولا طهروا بيوتكم من التلفاز والصحف والمجلات، فإنها والله لا تغني أبدا، أقسم بالله على علم. أخرجوا الشياطين من بيوتكم. إن بيتا فيه تلفاز ومغنية تغني وراقص وشاهد وكافي يتكلم ويتبجح، والله ما تبقى فيه الملائكة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيغضب رسولك وأنت المسلم من شيء وترضى به أنت تتحداه؟ يعني ما أنت بمحب ولا بمؤمن. أيغضب رسولك وأنت المسلم من شيء وترضى به أنت تتحداه؟ يعني
ما أنت بمحب ولا بمؤمن. طهروا بيوتكم. ثانيا على الآباء والأمهات أن يتعاونوا على تربية أولادهم. هذه التربية تأخذون شيئا فشيئا. علموهم ذكر الله، علموهم الكلمة الطيب، علموهم السلوك الحسن، المشي الصالحة، حددوا أوقات لعبهم، حددوا أوقات تعلمهم. ويا من بلغ طفلك 15 اصحبه لا ينام إلا وأنت معه حتى ينام، ولا تستيقظ حتى توقظه ليصلي الصبح، ولا تصلي العصر إلا وهو معك يصلي العصر، وتعود به أو يذهب معك إلى دكانك أو عملك. لازمه هذه السنوات 7 ولا تضيعه وتهمله. فإن هذه القاعدة العمرية لو يجتمع علماء الطب والنفس والكون والله ما نقضوها، وما هم بأهل لذلك. لاعب ابنك 7 وأدبه 7 واصحبه 7، ثم يذهب بعد ذلك حيث شاء، لأنه ورثك وأصبح هو أنت وأنت هو. إذن ماذا أقول؟ تعاون، وأنفع شيء نقوله أن تجتمعوا من الليلة بين المغرب والعشاء على كتاب المسجد وبيت المسلم، على أن تنظموا أطفالكم صفين 3، يقوم 4 رجال من الصالحين ينظمونهم بعد صلاة المغرب أو عند الصلاة، ويجلسون والنساء وراء الستار كما هن، والفحول أمامهم، ليلة آية وليلة حديث، حفظها وفهمها والعمل بها. ما تمضي سنة إلا وكلكم أولياء الله نساء ورجالا، وتتجلى أنوار الهداية الإلهية فيكم، وتصبحون أهلا لأن نزوركم. هيا نفعل. ما المانع؟ لا شيء، فقط رضينا بهذا السقوط ما نرى. أكتفي بهذا القدر، واذكروا ما قلت لكم، والله تعالى أسأل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. سؤالك؟ في حدود ما تستطيع. إخوانك جيرانك الذين عندهم أوصيهم على أولادك، تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. هذا سائل يقول: هناك شباب يلعبون البلوت ويسهرون إلى الفجر، فما نصيحتنا ونحن نمر عليهم ونراهم؟ هل من كلمة توجيهية للآباء والأمهات في ذلك؟ لقد قلت: كيف يجوز أن نترك أبناءنا أثناء الليل يلهون ويلعبون؟ أيهود هم أم نصارى؟ إذا صلينا العشاء لم يبقى طفل لنا في الشارع ولا أمام البيت أبدا. هذا نظام حياتنا، والرسول أمر بهذا. كيف نترك أولادنا بعد صلاة العشاء يلهون ويلعبون؟ لا يصح هذا أبدا. خذ بيد ابنك إلى بيتك، وجارك يفعل ذلك، وصيحوا في وجوههم يتأدبون ويعودون إلى البيوت. أين التعاون؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما يكفي الشكوى أبدا، نتعاون. إذا خرجنا لأمر ما وجدنا الشبان عند الباب نقول: ما يجوز هذا، أبناءنا ادخلوا بيوتكم، هذا وقت الراحة، ذاكروا العلم والمطالعة في البيت ليس في الشارع. نمد أيدينا لبعضنا البعض نستطيع أن ننتصر، أما كل يعمل على نفسه فقط ما نسعد أبدا. زوجتي تقول: إذا لم تأتي بالدش خرجت من البيت أو أبنائك يتفرجون عند الجيران، فماذا أفعل يا شيخ جزاك الله خير؟ قل لها: أنا مسلم وأنت مسلمة، فلا يحل الدش ولا التلفاز في بيوتنا. وإن قالت طلقني أدبها روضها، فإن أصرت لخبثها واتضح فسادها
اضرب بها عرض الحائط وطهر بيتك منها. أما كلمة أولادنا إذا تركناهم بدون دش يذهبون إلى البيوت، بيوت اليهود والنصارى في المدينة، بيوت من؟ أصحاب هذه البيوت، ننصح لهم، نقع بابهم، إخواننا، لا يصح هذا أبدا. كيف نسكت؟ عندنا مثل لهذه الصورة بالذات. لما شاع الخبث وهبطت الأمة اقترح بعض المسؤولين أن يفتحوا دار للبغاء حفاظا على طهر البلاد ويبقى الزنا خاص في مكان معين، فاستباحوا ما حرم الله فكرهوا. هذه نظيرها. ما دون ما ندخل البيوت التلفاز، أولادنا يذهبون إلى الجيران. جيران من هؤلاء؟ أليسوا مسلمين؟ ألسنا في مدينة الرسول، في مملكة القرآن؟ كيف نسمح لهم ونسكت ونترك أولادنا عندهم؟ هم نطالبهم بأن ينتزعوا هذا الباطل ويغلقوا أبوابهم. فعدم التعاون هو الذي هبط بنا. أين قول ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ مرة ثانية أقول اجتمعوا، جربوا بين المغرب والعشاء في مسجدكم هذا. أبناؤكم صففوهم وارعوهم يومين ثلاثة حتى يألفوا، صفان أو ثلاثة. نساؤكم وراءكم، أنتم أمام، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية تغنوا بها أغنية حتى تحفظ وتشرح لكم مشروحا، وتوضع أيديكم على المأمور به والمنهي عنه وفعلوا. وجربوا 40 يوما فقط وانظروا إلى حالكم. أما إذا ما نستطيع أن نخطو خطوة كهذه ما يجدينا كلام ولا قول. هذا أخ يقول كيف أتوب من الدخان وأختي تريد أن آتي بها بالجرائد حتى تشجع الكرة؟ هذا ميت أو حي؟ إذا كان ميت ما نستطيع أن نقول للميت شيء، الذي يؤمر هنا هو الحي. وإذا كان حي كيف يقول أنا أدخن حي راضي؟ من أكرهك على التدخين؟ من ألزمك بالعصا والحديد والنار؟ الشيطان يعبث بك وتقول كيف؟ لو ما استطعت لقلت لأهل البيت اسجنوني لوجه الله 40 يوما وأنا في غرفة والدخان ما معي حتى أنسى وأتخلص منه. ايش التدخين هذا الباطل؟ وهذا كم وكم من مدخن ما إن عرف الحق حتى داسه برجله ومزقه وانتهى. الطريق أن نتربى، أن تنمو آدابنا وأخلاقنا شيئا فشيئا من طريق الوحي الإلهي والنور المحمدي. ما نجتمع على هذا والله ما ينفع شيء. هذه الحقيقة. أصحاب رسول الله كيف أصبحوا كالنجوم في الدنيا، أضاءوا الدنيا كالكواكب. بأية طريقة؟ أليس بالكتاب والسنة؟ أما قال تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا بد وأن نجتمع لنتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونؤدب ونؤدبها. أما مع الأعراض ما ينفع كلام ولا يجدي عمل أبدا. دي سنة الله في الخلق. نستأذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس